هو ليه السيد المسيح اتعمد وهو بلا خطية؟ وليه المية موجودة في معظم قصص العهد القديم زي الطوفان، البحر الأحمر، الصخرة، نهر الأردن؟ ولا حاجة فيهم كانت صدفة. العهد القديم مليان رموز وإشارات، مش مجرد قصص تاريخية، وكان تمهيد للخلاص اللي اكتمل في العهد الجديد. في أيام نوح المية غطت الأرض كلها، ومات الإنسان القديم وبدأت حياة جديدة بعد الفلك. القديس بطرس الرسول فسر الرمز ده وقال: الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. بطرس الأولى الإصحاح الثالث آية 21. والطوفان هنا ما كانش هلاك بس، لكن كان عبور من عالم فساد إلى بداية جديدة. شعب بني إسرائيل كانوا عبيد في مصر، ولما عبروا البحر الأحمر سابوا العبودية وبدأوا طريق الحرية. القديس بولس كمان بيقول: جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كورنثوس الأولى 10:2. والبحر الأحمر كان رمز واضح للمعمودية، فيه الإنسان القديم بيغرق ويخرج الإنسان الجديد حرا من عبودية الخطية. لما شعب بني إسرائيل كانوا داخلين أرض الموعد كان لازم الأول يعدوا على نهر الأردن، وده نفس النهر اللي اتعمد فيه السيد المسيح وبدأ فيه خدمته. ونهر الأردن كان دايما رمز للانتقال، انتقال من حياة إلى حياة ومن وعد إلى تحقيق. طب ليه بقى السيد المسيح اتعمد وهو بلا خطية؟ المسيح ما كانش محتاج يتعمد عشان يتنقى، لكن عشان يقدس المية ويعلن الثالوث القدوس ويفتح لينا باب المعمودية. لما المسيح نزل المية مش عشان ياخد منها، لكن عشان يديها قوة الروح القدس. خلال رحلتنا في أسفار الكتاب المقدس المية ليها صوت بتعلن عن موت وقيامة وحياة جديدة. ولما المسيح اتعمد الرمز بقى حقيقي. هنستنى منكم تعرفونا باقي الرموز اللي في الكتاب المقدس.